عندما نتحدث عن نساء مغربيات حققن نجاحًا عالميًا، قد يذهب ذهنك مباشرة نحو الرياضة أو الفن، لكنك قد تتفاجأ إن علمت بأن هنالك مغربيات مبدعات سطع نجمهن في سماء العلوم وأعطوا للعالم أكثر من مجرد الفرجة والترفيه. إليك لائحة ل10 عالمات وباحثات مغربيات حققن نجاحًا عالميًا قد لم تسمع عنهن من قبل. رجاء الشرقاوي المرسلي هي أستاذة في الفيزياء النووية، حصلت على شهادة الدكتوراه في جامعة جوزيف فورييه في نفس التخصص، وقد كان للدكتورة رجاء دور في واحد من أكبر الاكتشافات في علم الفيزياء، والمتمثل في اكتشاف الدليل على وجود هيجز بوسون، الجسم المسؤول عن تكون الكتلة في الكون. الإنجاز الذي جعلها أول مغربية تحصل على جائزة لوريال اليونسكو من الأمم المتحدة سنة 2015. أسمهان الوافي حازت الدكتورة أسمهان الوافي شهادة الدكتوراه في علم الوراثة من جامعة قرطبة بإسبانيا. شغلت مناصب متعددة في كندا كمديرة إدارة البحوث في وكالة التفتيش الغذائي، ومنصب مستشار نائب الوزير في قسم البحوث في وزارة الزراعة الكندية، ومديرة المركز الدولي للزراعة في دبي. حازت الدكتوراه الوافي على كثير من الجوائز الدولية كجائزة الامتياز في العلوم من منتدى المفكرين العالميين، وصنفت بين النساء ال20 الأكثر تأثيراً في العلوم داخل العالم الإسلامي من مؤسسة علوم المسلمين، في حين صنفتها مجلة الشرق الأوسط بين أقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم. كما وشحها الملك محمد السادس بوسام ملكي، وحصلت أيضاً على جائزة خليفة الدولية للابتكار الزراعي بأبو ظبي. مريم شديد باحثة وفلكية مغربية في مرصد كوت دازور القومي الفرنسي، وأستاذة جامعية بجامعة نيس الفرنسية. تحصلت مريم على إجازة في الفيزياء من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ثم حصلت على الماجستير في علم الصورة الكونية بجامعة نيس الفرنسية، ثم الدكتوراه في جامعة بول ساباتيه بتولوز. تعتبر مريم شديد أول امرأة عربية وأول عالمة فلكية في العالم تصل إلى القطب الجنوبي. كانت شديد ضمن فريق علمي مهمته وضع منظار فضائي يهدف إلى قياس إشعاع النجوم في القطب المتجمد الجنوبي، وتم اختيار مريم شديد ضمن قائمة دافوس للقادة الشباب الأبرز في العالم سنة 2008. أسماء بوجيبار حصلت أسماء على الماجستير في علوم البراكين وتميز الكواكب في فرنسا، ثم حصلت على دكتوراه حول موضوع التوازن الكيميائي بين غلاف ونواة الكواكب، وهو التخصص الذي أهلها للالتحاق بفريق مركز جونسون سبيس سنتر التابع للناسا بهيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، بعد فوزها بمسابقة شارك فيها مئات المؤهلين من مختلف دول العالم، لتصبح أول امرأة مغربية وأول إفريقية تحصل على منصب في وكالة الفضاء الأمريكية في سن 27. كوثر أبو شريف حصلت كوثر أبو شريف على الإجازة في الهندسة الكيميائية بمعهد نيو مكسيكو للتعدين والتكنولوجيا، وعلى الدكتوراه في نفس التخصص بجامعة بورديو بولاية إنديانا. وتتركز أبحاث كوثر أبو شريف في تحليل الآثار السلبية للأدوية القابلة للذوبان في الجهاز الهضمي. قدمت كوثر وهي لم تتجاوز عقدها الثالث عدة محاضرات في مختلف أنحاء العالم: غلاسكو، اسكتلندا، لندن، نيويورك، نورنبرغ بألمانيا وعدة دول أخرى، وتعمل الآن كباحثة في إيلي ليلي، واحدة من أكبر شركات صناعة الأدوية في العالم. وتسلمت الباحثة الشابة جائزة التميز بمؤتمر الجمعية الأمريكية لعلماء الصيدلة نظير مسارها الدراسي المشرق ومشاركتها الفعالة في ميادين الكيمياء. نعيمة أبو طوي
حصلت نعيمة أبو طوي على شهادة الإجازة في البيولوجيا من كلية العلوم بمدينة هاتطوان، ثم ماستر في التكنولوجيا الحيوية للصحة والتغذية، ثم دكتوراه في العلوم من كلية الصيدلة بجامعة غرناطة بإسبانيا، تخصص علم الجراثيم. وفي سنة 2013 استطاعت الباحثة المغربية نعيمة من بين 15 باحثة من مختلف القارات أن تحصل على منحة اليونسكو لوريال العلمية لتمويل بحثها العلمي في تخصصها علم الجراثيم، الذي يهدف للحد من مرض الليشمانيا الجلدي الخطير. واعتبر الخبراء بأن نجاح البحث سيساهم في إنقاذ ملايين الأرواح في العالم، وسيهم البحث مدنا مغربية منها برشيد، بوسكورة والبروج. زينب مولين. حصلت زينب مولين على الإجازة في الهندسة البيوجزئية من جامعة مونبلييه، ثم الماستر في الكيمياء العضوية بجامعة بيير بباريس، وبعد ذلك حصلت على الدكتوراه في صناعة مواد النانو الذكية واستعمالاتها البيئية بالمدرسة العليا للكيمياء بمونبلييه. موازاة مع الدراسة والتكوين، قامت زينب بعدة أبحاث، حيث عملت على صنع منتجات مضادات الأكسدة انطلاقا من مستخلصات نباتية لمعالجة شيخوخة الجلد، وكذا الكربوهيدرات كمثبتات للأنزيمات التي تلعب دور مضادات للسرطان. ثم سافرت زينب إلى اليابان بهدف العمل على مشروع أغشية السيراميك الهجينة، والذي يهدف للحد من الاحتباس الحراري من خلال أسر ثاني أكسيد الكربون المنبعث من غازات الاحتراق. وبعد نجاح المشروع تمكنت زينب أن تحظى بتقدير الجامعة اليابانية التي قررت تعيينها أستاذة مساعدة وعضوة دائمة في مختبر هندسة العمليات الكيميائية. سلوى رشدان. تمثل سلوى رشدان الاستثناء فعلا، فقد تمكنت في ربيعها 27 من العمل في الناسا بعد مشوار دراسي 100% في مؤسسات عمومية مغربية من الابتدائي حتى الدكتوراه. حصلت سلوى على الإجازات في العلوم البيئية بتفوق، وتابعت دراستها متخصصة في ماستر البيئة وديناميكية التنوع البيولوجي لتتخرج الأولى في صفها، ثم على الدكتوراه بجامعة القاضي عياض بمراكش حول موضوع إمكانية تأقلم القطاع الفلاحي والأنظمة البيئية مع التغيرات المناخية، لتحصل بعد ذلك على عدة منح علمية من مؤسسات عالمية كالأمم المتحدة، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والهيئة الألمانية للتبادل الثقافي، لتصبح بعد ذلك بين العرب القلائل الذين يعملون لدى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. سهيلة بوعطرة. حاصل على الماستر من جامعة بواتيه بفرنسا في شعبة الكيمياء العضوية، وعلى الدكتوراه في الكيمياء الجزئية من جامعة بول ساباتيه بتولوز. اشتغلت كعالمة باحثة بالمعهد الوطني لتقنية النانو بجامعة ألبرتا الكندية، حيث قدمت عدداً من الأبحاث المهمة التي تشكل إفادة بالغة في تخصصها. اكتشفت الباحثة المغربية الدكتورة سهيلة بوعطرة رفقة فريقها وجود قرابة 3000 مادة كيميائية بالسائل البولي، الأمر الذي سيساعد في التعرف على أمراض خطيرة في مراحلها الأولى كسرطان البروستات وأمراض الجهاز الهضمي والتهاب القولون والالتهاب الرئوي والزهايمر وعدة أمراض أخرى، وسيساعد هذا على تجنب العديد من المشاكل المرتبطة بتأخر التشخيص، وسيمكن الاكتشاف أيضاً من تقليص المصاريف والإجراءات الطبية التي تتطلبها تحليلات دموية، وكذا التعرف على مؤشرات المرض قبل حدوثه. حسناء الشناوي. حصلت الدكتورة الشناوي على شهادة الدكتوراه من جامعة بيير وماري كوري بباريس وجامعة الحسن الثاني دار بيضاء. لديها العديد من الأبحاث في ميادين النيازك والفوهات النيزكية، إضافة إلى أنها ألقت عدة محاضرات وألقت عدة منشورات بصفتها عضو فعال بمكتب الجمعية العالمية للنيازك وجمعيات علمية أخرى. وقد تولت الخبيرة حسناء الشناوي رئاسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي حول النيازك
Meteorological Society الذي انعقد في 2014 بالمغرب. وشرفت المغرب والعالم العربي حيث لمعت بشكل لافت في علم النيازك، فالدكتورة حسناء الشناوي هي أول عالمة في العالمين العربي والإسلامي تحصل على جائزة الأكاديمية الفرنسية لعلم النيازك.